بكرة هابدأ، بكرة هالتزم، بكرة هاتغير. أكيد قلتيها لنفسك كتير، وأنا كمان زيك. وكل مرة بكرة بيجي ويمر وإحنا لسه في نفس المكان. التأجيل مش كسل ومش ضعف، التأجيل فخ ذكي. فخ بيخليكي تحسي إنك هتعملي حاجة قريب، لكن الوقت بيعدي وأحلامك بتقف مكانها. النهاردة مش حابة أديكي أمل مؤقت يروح مع أول وقعة، ولا أبيعلك كلام تحفيزي من غير فعل. النهاردة جاية نواجه التأجيل بصدق، من غير تجميل، ونشوف الطريق للخروج منه خطوة بخطوة. طب إحنا ليه بنأجل؟ الحقيقة من غير تجميل، التأجيل مش دايما كسل ولا ضعف شخصية. الحقيقة أعمق من كده بكتير. أحيانا بنأجل عشان الخوف من الفشل مسيطر علينا. أحيانا بنأجل عشان مش عارفين البداية تبدأ منين. أحيانا بنأجل عشان إحساسنا بعدم الجاهزية بيكبرنا وبيقول لنا سيب لبكرة. يعني التأجيل مش إنك مش قادرة، ده خوف ذكي من المجهول ومن التغيير نفسه. اسألي نفسك، هل بخاف أبدأ عشان مفيش حد بيشوف أو بيقدر؟ هل بستنى الظروف المثالية اللي عمرها ما هتيجي؟ هل بخاف من التعب أو الضغط اللي ممكن يحصل؟ عايزاكي تعرفي إن كل تأجيل بيخلي خوفك أقوى، وكل يوم بتأجلي فيه الوقت بيعدي وانتي واقفة مكانك. وهم البداية المثالية. الناس كلها مستنية اللحظة المناسبة، وقت فاضي، طاقة كاملة، صحة كويسة، دعم من اللي حوالينا. الحقيقة البداية المثالية عمرها ما هتيجي لوحدها. اللي بيتغيروا بجد بدأوا وهم مش جاهزين، بدأوا وهم تعبانين ومش واثقين، والخوف موجود جواهم. الفرق بيننا وبينهم إنهم بدأوا حتى قبل ما يكونوا جاهزين. خلينا نقول قصص حقيقية حدثت بالفعل. صديقة كانت مستنية دعم صحابها عشان تفتح مشروعها، فبدأت لوحدها وشافت نتيجة أحسن بكتير. وشاب كان عايز يغير عاداته الصحية، بدأ بدقيقة واحدة يوميا، وبقت ممارسة ثابتة بعد شهور. اللي عايزة أقوله، ما تخليش نفسك تضحك عليكي. طب إزاي النفس بتضحك علينا؟ النفس ذكية جدا، بتقولك سيبي لبكرة، أو لما تحسي بالراحة، أو لما الظروف تتحسن. وكل مرة تسمعي الكلام ده بتعلمي نفسك إن التأجيل عادي، لكن كل تأجيل بيقوي عادة الانتظار وبيخلي الوقت يمر من غير أي خطوة حقيقية. طب إيه الحل؟ الحل إنك لازم يبقى عندك خطوات عملية لكسر التأجيل. طب إيه هي الخطوات العملية لكسر التأجيل؟ أول حاجة، ابدأي بأصغر خطوة ممكنة، حتى لو مجرد دقيقة واحدة يوميا، أو كتابة فكرة على ورقة. الخطوة الصغيرة دي لما تتعمل باستمرار بتكبر وتتحول لطاقة حقيقية. تاني حاجة، ابدأي من غير ضجيج، ما تقوليش لحد ولا تعلني عن البداية. التغيير الحقيقي بيحصل في صمت. تالت حاجة، اعملي الخطوة حتى لو مش مستعدة. الإحساس بالجاهزية بيجي بعد الفعل مش قبله. ابدأي حتى لو قلبك بيرتعش. رابع حاجة، اتعلمي تعندي نفسك، ما تقوليش هسيبها لبكرة، قولي لنفسك لأ دلوقتي. القرار الواضح أقوى من جلد النفس. خامس حاجة، قيمي خطواتك بصمت. مش محتاجة توثقي كل نجاح أو تحسبي كل خطوة، بس لحظة تغيير جوه نفسك حتى لو محدش شافه. تمارين وأسئلة للنفس. عايزاكي تسألي نفسك، لو فضلت أجل إيه اللي هيحصل السنة دي؟ لو بدأت دلوقتي حتى خطوة صغيرة، إيه اللي ممكن يتغير؟ إيه اللي بخاف منه بالظبط؟ الفشل، نظرة الناس، التعب؟ اكتبي الإجابة على الورقة أو سجلي صوتك. خدي خطوة واحدة بس تكون بصدق. هقولك قصص واقعية. صديقة كانت دايما تقول بكرة هبدأ الرياضة، لحد ما جربت دقيقة واحدة يوميا، وبعد شهرين قدرت تجري 10 دقايق متواصلة. شاب كان عايز يتعلم لغة جديدة، كل يوم كان بيأجل، بس أول خطوة حفظ كلمة واحدة.
السنة دي بيتكلم اللغة بطلاقة. القصص دي مش للتحفيز الفارغ، لكنها مثال حي إن أول خطوة صادقة بتفتح ليكي أبواب كتير. قولي لنفسك رسالة صادقة: العمر مش مستني، الوقت مش واقف، كل يوم تأجيل هو اختيار إنك تفضلي في نفس المكان أو تتحركي. مفيش نص التأجيل كويس، كل يوم انت بتختاري بين الانتظار والفعل. لو وصلت للنقطة دي يبقى جواكي قوة حقيقية، لسه عايزة تعيشي، لسه عايزة تتحركي، لسه فيكي رغبة حقيقية. ابدأي خطوة صغيرة تكون صادقة دلوقتي حتى لو محدش شافها. مش مطلوب منك خطة عظيمة ولا نجاح ضخم، خطوة واحدة صادقة تفتح كل الأبواب. ما تقوليش هبدأ بكرة تاني، قولي هبدأ دلوقتي. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ولو الفيديو عجبك اضغطي لايك وسيبي رأيك في التعليقات، وما تنسيش الاشتراك عشان نكمل سوا.